السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنود المغاربة أسرى حرب الصحراء، قضوا نصف عمرهم في العذاب، أزيد من 20 سنة في العذاب والمعاناة والاضطرابات النفسية وغيرها. وكانوا كل يوم يتمنون العودة إلى وطنهم الأم، إلى بلدهم الحبيب، ويحلمون كل دقيقة، كل ساعة، وكل يوم بعائلاتهم، لأن اشتياقهم لهم كان لا يعد ولا يحصى. في عام الفرج، في عام استثنائي، في عام 2003، عام رجوع الجنود المغاربة أسرى حرب تندوف إلى أحضان بلدهم المغرب، لكن كانت صدمة كبرى، لأن بعد دخولهم مباشرة إلى بلدهم عانقوا ولا زالوا يواجهون معاناة أخرى من نوع آخر، جراء انتزاع حق من حقوقهم، وهو تعويضهم عن سنوات الآلام والعذاب بعد عيشهم في الجحيم البوليزاري وتعرضهم لأشد وأبشع أنواع العقابات في مخيمات تندوف. كانوا يحلمون باللحظة العودة إلى أرض الوطن، رافعين رؤوسهم متطلعين إلى مستقبل أفضل هم وعائلاتهم. وهذه هي النقطة الوحيدة التي كانت تقويهم وتعطيهم جرعة من القوة للتحمل. لكن كانت الصدمة، بعد عودتهم انصدموا بوطنهم، قد قدم لهم عذابًا آخر أكثر قساوة على الغريب. حملوا السلاح وكانوا في مواجهة للعدو، مخلصين في دفاعهم، وكانوا يبذلون كل ما في جهدهم ويقدمون حياتهم فداء لوطنهم الحبيب. لكن انصدموا بهذا الأمر. أنا ابنة صديقكم ورفيق دربكم، أخوكم أحمد الصغاري، أسير من أسرى حرب البوليزاريو، ينحدر من إقليم تازا متماطة. اعتقل بتاريخ 1980 3/11 وعاد إلى وطنه الحبيب في عام 2003. دائما وفي كل مجتمع عائلي أو مع أصدقائه أسمع أبي يحكي بحرقة عن العذاب الذي كان يعيشه هو وأصدقاؤه. وأصعبهم هو أنهم كانوا يعيشون إحساس الموت أكثر من مرة. وهنا قد يكون صدق المثل المغربي الشعبي: الضربة اللي ما تقتلكش تقويك. وكذلك عقوبة لن أنساها أبدا حتى يوم وفاتي، وسأظل أرددها دائما، وهي أنهم كانوا يستيقظون باكرا مع الفجر في البرد القارس، ويلقون بهم في مجاري للمياه حتى يصبح جسدهم أزرق من البرد، وبعد يذهبون إلى ساحات ويجدون رجالا أمامهم ينتظرونهم ويضربونهم بكل شر وحقد وعدوانية بأسلاك من الكهرباء. ولا زال أبي وأصدقاؤهم يعانون جراء هذه العقوبات، ولا زالت أبي في جسمه آثار تؤرخ هذه الأحداث، وكل أثر في جسمه له قصة تتركك تتناسل الحدث الآخر. عاشوا أسرى حرب تندوف الجنود المغاربة جراء حرمانهم من الأكل والشرب معاناة كبيرة. وفي قصة أخرى كان يحكيها أبي، وهي أنهم بعد العقوبات الصباحية يذهبون لبناء منعزلين في مركز يسمى مركز 12 أكتوبر، حيث شاهدت عيناه مقتل أصدقائه أمام أعينه بسبب العياء والأمراض والعقوبات وغيرها وبعض العقوبات التي كان أبي يخشى ويستحيي أن يرويها لنا. لكن بعد عودتهم انصدموا. لماذا يا وطن؟ لماذا يا وطن؟ لماذا؟ بعد عودتهم لبلدهم لم يجدوا من يستقبلهم ولا مسكنا يأويهم سوى التهميش والإقصاء والمعاناة. وهناك خضعوا معركة وإصرارًا مع السلطات والمؤسسات بتنظيمهم لوقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم، إلا أن دائمًا هذه الوقفات وهذه الاحتجاجات تبوء بالفشل. ولكن كل ما يطلبونه الأسرى اليوم هو تعويضهم عن سنوات للعذاب التي عاشوها. لماذا يا وطن؟ لماذا؟ وفي الختام، ابنة أخوكم أحمد الصغاري تحييكم، وأتمنى أن يكون هذا الإنجاز متواضع قد نال شيئًا من إعجابكم، وأتمنى أن تصل هذه التدوينة إلى أبعد الحدود. حياكم الله بتحية الإسلام، ولا تنسوا الترحم دائمًا على جميع الأسرى. اللهم ارحمهم واغفر لهم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا تنسوا ولا تنسوا دائمًا وستنالوا حقكم لأن الله عادل ويحب العدل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.